مساء الفل. اخيرا الحمد لله عرفنا احنا خسرنا 4 ليه من الاهلي، واخيرا عرفنا احنا ليه الدنيا خربانه معانا واللعيبه بتمشي ليه والمستوى بايظ، واسوريو بيلعب باتنين ديفندرات في ماتش الاهلي فتوح وزيزو، واللي بيلعب بثلاثه ورا في الدفاع والدنيا مراجيح عشان الحاج رجب بحه. يا اخي بحه ده اخر حاجه طلعت علينا، ان الشيخ رجب بحه هو اللي عمل لنا القلبان ده كله، وهو اللي بوظ الفرقه، وهو اللي بيطفش اللعيبه، وهو اللي مشى امام عاشور طبعا. فيا ريت لو حد يعرف رقمه اللي هو مشى امام عاشور، يبقى الراجل ده عنده شركه لعيبه حلوه اروح اشتغل فيها لو بيسمسر في اللعيبه. يا جدعان احترمونا شويه، احترموا عقول الناس، احترموا احنا خارجين من ماتش خسرنا 4-1، احترموا ان احنا عاملين موسم زباله زفت. خلاص اطلعوا اتكلموا معانا او اتكلموا مع الناس كده بمنطقيه وقولوا ايه اسباب الخساره زي ما احنا بنقعد نتكلم كده اسباب الخساره، واعترفوا ان في 1 2 3 4 10 غلط، واعترفوا ان احنا هنصلح بطريقه 1 2 3 4 5 6. قولوا لنا مثلا الموسم الجاي مفيش بطولات، احنا هنبتدي نبني جيل جديد، هنبتدي نبني فرقه جديده، هنجيب هنعمل. بلاش، خلاص بلاش. احنا كمان شهر نلعب البطوله العربيه، يعني انت المفروض ان الناس كلها بتدعم فرقتها علشان البطوله العربيه، انت ولا بتدعم ولا بتنسحب، امال انت بتعمل ايه؟ يعني ذوقيا او عشان يعني نحافظ على لما مفيش كرامه اصلا نحافظ عليها خلاص، احنا خربنا خلاص يعني. يعني المفروض ما ننسحب، يعني العقل كده بتاع ربنا ننسحب، وقالي مثلا بتاع 6 اشهر بيقولوا احنا ننسحب من البطوله العربيه، فيا ريت ننسحب من البطوله العربيه، يا ريت نحافظ على شعور الجماهير، بلاش شعور حد فيكم يعني عشان انتوا ما عندكوش دم تقريبا. شعورنا احنا ننسحب من البطوله العربيه، احنا مش يعني مش حمل نقعد نتمرمط هناك في السعوديه والفرق اللي بتقعد تلعبنا دي كلها. ف احنا بنعتذر للشيخ رجب بحة عن اللي بيحصل معاه دوت كله، لو هو راجل يعني غلطان يعني مش غلطان في حاجه احنا بنعتذر له، ومستنيين برضو حد يطلع يتكلم بمنطقيه، والناس اللي ماسكه ملف التعاقدات تقول لنا الناس بتمشي ليه وهي المشاكل اللي عندنا، وكلام عقلاني، وبلاش نتكلم كلام عفاريت وكلام اعمال والهري ده كله، ان الكلام ده كله يعني اتحرق خلاص والنمره كلها اتحرقت. فيا تحترموا عقول الناس وتتكلموا كلام يعقل وكلام عقلاني الناس تصدقه والناس يعني تعترفوا بيه والناس تعرفه، يا اما ما تتكلموش خالص، والاحسن ما تتكلموش خالص واسكتوا واتكلوا على الله. شكرا.